حضرتك دلوقتي لازم تدخل على القناة بتاعتك وتبدأ تعمل الخطوة اللي احنا هنتكلم عليها دي. تمام؟ ايه هي الخطوة؟ الخطوة ديت الكلمات الرئيسية. طب ايه هي الكلمات الرئيسية؟ الكلمات الرئيسية دي انت بتبدأ تحطها في صندوق كلمات الرئيسية، بتفهم ان اليوتيوب او بتفهم اليوتيوب انه الكلمات اللي انا حاططها ديت قناتي بتتكلم عن المواضيع دي. يعني مثلا انا حاطط مثلا 4000 ساعة، فانا قناتي بتتكلم عن 4000 ساعة. حاطط 1000 مشترك، فانا قناتي بتتكلم على 1000 مشترك. حاطط جوجل ادورد وجوجل ادس ويوتيوب وال 4000 ساعه والربح من اليوتيوب والكلام ده، فانا فهمت خوارزميات اليوتيوب اللي انا بتكلم عن اليوتيوب، فالمحتوى بتاعي تعليم اليوتيوب، فكده اليوتيوب فهم اللي انا بتكلم عن المحتوى التعليمي الخاص باليوتيوب. تمام؟ فبالتالي اي حد هيبحث على جوجل ادورد او هيبحث على 1000 مشترك ولا 4000 ساعه، فبالتالي قناتي هتبدا تقترح ليه، لان هو اليوتيوب خلاص انا اديته، عرفت اليوتيوب اللي انا بتكلم عن الموضوع ده، فاي حد هيبحث عن الموضوع ده يقترح قناتي عنده عشان لو حب يشوف الفيديوهات بتاعتي. تمام؟ فمفيش مشكله. تمام؟ فبالتالي لازم حضرتك تدخل تعمل الكلمات الرئيسيه ديت لانها مهمه جدا جدا. يعني انا هوريك دلوقتي فيديو، ده فيديو بتاع رفعه على قناتي. لو نزلنا تحت كده هتلاقي هنا في الكلمات الرئيسية ادورد، جوجل، يوتيوب 4000 ساعة، 1000 مشترك، الربح، كيفية الربح من الانترنت، الربح من الانترنت، الربح من اليوتيوب، ادسنس، جوجل، الربح. دي كلها الكلمات الرئيسية اللي انا كاتبها. بقول لليوتيوب الكلمات اللي انا كاتبها دي هي المواضيع اللي انا بتكلم عنها في القناة، فلو حد بيدور عن المواضيع دي تقدري حضرتك يا يوتيوب تبدأ تبعت له قناتي، عشان لو عجبه مثلا الفيديوهات بتاعتي او الصورة المصغرة هيبدأ يضغط على الفيديوهات فيبدأ يتفرج على الفيديوهات. يعني بقول لليوتيوب انا بتكلم في الموضوع ده فاقترحي القناة بتاعتي في المكان المناسب. تمام؟ طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي عليك اول حاجة هتبدأ تفتح القناة بتاعتك. تمام؟ وتكون داخل على استوديو اليوتيوب. اول حاجة نبدأ نضغط على الاعدادات. من الاعدادات هنبدا نضغط على القناه. تمام؟ مجرد ضغطت القناه زي ما انتم شايفين هتلاقي صندوق الكلمات الرئيسيه. تمام؟ هنا الكلمات الرئيسيه هتلاقي هنا انا كاتب الربح من اليوتيوب، الربح من الانترنت، كيفيه الربح من الانترنت، كيفيه جوجل ادسنس، الربح، كيفيه الربح من الانترنت، احتراف يوتيوب، ربح من اليوتيوب، كورس احتراف يوتيوب، 1000 مشترك، 4000 ساعة يوتيوب، تحقيق شروط اليوتيوب، أسرار اليوتيوب، جوجل وورد، وبعد كده جوجل ادس، جوجل ادسن، جوجل ادسنس، جوجل ادسن، وجوجل لوحديها، وجوجل ادسنس، وجوجل ادس. ده كل الكلمات اللي انا كاتبها خاصه بالقناه. تمام؟ طيب حضرتك بقى لو مثلا بتتكلم عن الجيمنج هتبدا تكتب العاب جيمنج، العاب بلاي ستيشن، العاب كمبيوتر، العاب جيمنج، هتبدا تكتب الكلام. طب لو حضرتك طبخ هتبدا تكتبي آه تعليم البيتزا، تعليم المكرونه البشاميل، البيتزا، اللحمه المفرومه، الرقاق، الكلام ده. بص هتكتبي كل الكلمات اللي تخص المحتوى بتاعك. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك كده انا كاتب الكلمات الخاصه بالمحتوى بتاعي عشان خوارزميات اليوتيوب تبدا تعرف قناتي بتتكلم عن ايه وتقترحها في المكان المناسب. تمام؟ فحضرتك برضو لو بتتكلمي عن الطبخ ابداي اكتبي كلمات عن الطبخ. تمام؟ عشان تعرفي الخوارزميات اليوتيوب اللي انت قناتك تعليميه وبتتكلم عن محتوى الطبخ. تمام؟ كذلك الامر جيمنج، كذلك الامر العاب، عفوا اخبار، كذلك الامر رياضه. فكل حاجه هتبدا تكتبها في الكلمات الرئيسيه عشان قناتك تقترح في المكان المناسب، والناس اللي هي بتدور على المحتوى ده تبدا قناتك تقترح ليهم بسهولة. تمام؟ أتمنى أكون أفدتكم في الفيديو ده. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. أشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.